السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل فيه القرص الفلاحة الطرية بطريقة تحضير سهلة جدا وبسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت، والنتيجة بتاعتها بجد روعة، طرية هشة جدا، طعمها وريحتها يجنن. جربوها بنفس الطريقة ان شاء الله تعجبكم. ونبدأ على طول في تحضير الوصفة، بس ياريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي أتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معايا في القناة. اول حاجة معايا كيلو دقيق جميع الاغراض منخول كويس جدا، هزود عليه باكت من الخميرة او معلقة كبيرة، هزود كمان معلقتين 2 كبار من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هزود كمان باكت من الفانيليا. ده بيكون اختياري ممكن تستغنى عنه، بس بيدي للقرص ريحة حلوة قوي. هنقلب المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض. وبعد كده هضيف اللبن، انا مستخدمة لبن رايب. يفضل ان القرص الفلاحي تتعجن باللبن الرايب لانه بيديها طعم وريحة وطراوة حلوة جدا. لكن لو ما عندكيش لبن رايب ينفع تستخدمي لبن حليب، او حتى لو كان عندك لبن قاطع ينفع تستخدميه في الوصفة دي. انا نزلت كوبايتين 2 من اللبن الرايب، كنت مدفياه شوية علشان ينشط معانا الخميرة والعجينة تخمر معانا بسرعة. هخلط الدقيق كويس جدا مع اللبن، وبعد كده نبدأ نعجن العجينة بتاعتنا لمدة 3 دقايق. وانا بعجن العجينة حسيت ان هي لسه يابسة معايا شوية، فزودها ربع كوباية من المية الدافية، وارجع اعجنها من مدة دقيقة لدقيقتين لغاية ما العجينة تلم معايا وتكون ناعمة وطرية. واول ما العجينة تتلم معانا هنزودها كوباية الا ربع من الزيت على الزبدة تكون متسيحة، وينفع مكان الزبدة يكون سمنة. وبعد كده بنعجن العجينة لمدة دقيقتين لغاية ما تتشرب الزبدة معانا كويس. وفي الوقت ده العجينة بتكون ناعمة جدا وطرية معانا. هنغطيها ونسيبها تخمر مدة التخمير ساعة او حسب المكان والجو عندك. اهم حاجة تزيد معاكي في الحجم بتاعها. واول ما العجينة بتخمر معانا بنفضي منها الهواء ونبدأ نقطعها لقطع متساوية. انا هقطعها بالحجم ده، وطبعا بيكون عندك حرية الاختيار في حجم تقطيعة القرص اللي انت حابة تقطعي بيها. بعد ما هنشكل كل كمية القرص اللي معانا هنغطيها بستريتش علشان الوش بتاعها ما ينشفش. وعلى طول وبدون اي انتظار هنبدأ بأول واحدة احنا كورناها وهنفردها معانا بالسمك ده كده. خلي السمك بتاعها يكون متوسط علشان تطلع معاكي طرية وحلوة، بلاش ترققيها عن كده علشان ما تنشفش منك اثناء التسوية. بنفرد القرص حاجة بسيطة بصوابع ايدينا، وبلاش تفرديها معاكي قوي علشان ما تنشفش منك. بعد كده بنكون مجهزين جنبنا صاج ما بنكونش دهنينه اي حاجة خالص، وبنرص فيه القرص، وبنراعي المسافات بين كل واحدة والتانية لانها لسه هتخمر معانا مرة كمان. وبعد ما هنخلص كل كمية القرص هنغطيها بفوطة ونسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة تخمر مرة كمان. وده كده شكل القرص بعد ما خمرت معانا. نشوف بقى التسوية بتاعتها المظبوطة. انا هسوي القرص في الفرن الغاز. بنشغل الاول الفرن لمدة 10 دقايق يسخن معانا كويس جدا. بعد كده بندخل القرص، والنار من تحت بتكون هادية بالشكل ده كده، ومن فوق كمان النار بتكون متوسطة. وبنسيب القرص في الفرن من 7 ل10 دقايق وبتكون استوت معانا. بس بنحرك الصاج من وقت للتاني علشان ياخد كلاته لون موحد. وشايفين القرص ما شاء الله عليها قبت معانا، وكمان اخدت لون حلو قوي، وريحتها طالعه بجد تجنن. القرص دي ما بتتنفخش معانا لكن بتقب. بعد ما اول صاج استوى معايا خرجته من الفرن ودخلت تاني صاج وهسويه بنفس الطريقه. ولو هتسوي في فرن البوتاجاز هتشغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 يسخن كويس جدا لمدة 10 دقايق. بعد كده هتدخلي القرص في الرف اللي تحت. مجرد ما تستوي معاكي وتاخد معاكي اللون من تحت هترفعيها تحت الشواية لغاية ما تاخد اللون المطلوب، وبعد كده بتخرجيها من الفرن. واول ما القرص بتخرج معانا من الفرن بنغطيها بفوطة وبنسيبها لمدة 5 دقايق علشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها.
وشايفين شكل القرص ما شاء الله عليها، شكلها بجد يفتح النفس، طرية جدا، هشة خفيفة، طعمها وريحتها يجنن. جربوها بنفس الطريقة والمقادير ان شاء الله تعجبكم. جنب كوباية شاي تنفع معاك في فطار او في عشاء، بجد تحفة. واحشيها بقى جبنة او نوتيلا بالطريقة دي كده، هتعجبكم قوي. وكمان تنفع لللانش بوكس كتغيير لولادنا، هيحبوها جدا لانها طعمها بجد حلو قوي. واخر حاجة نسيت اقولكوا عليها، ان الوش مش بندهنه اي حاجة قبل ما ندخلها الفرن، بندخلها على طول من غير ما ندهنها، وبتطلع معانا واخدة اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده نكون خلصنا وصفة النهاردة. اتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. وياريت لو الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.